السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. ان شاء الله هقدم لكم النهاردة طريقة عمل القطايف لرمضان، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، واسركم وبعود الايام عليكم بالخير وعلى اسركم الكريمة يا رب، وكل سنة واحنا مع بعض. ان شاء الله هقدم لكم النهاردة طريقة عمل القطايف كريسبي وهشة ولذيذة، بس بعد مقدمة القناة لمدة 30 ثانية. مبدئيا هنقول بسم الله وما توفيقي الا بالله، علشان ربنا يحسن ما بين ايدينا ويبارك فيه. اول حاجة هحضر الشربات علشان خاطر الشربات او الشيرة او كده حسب ما بتنطقوا عندكم في لغتكم. تمام. هحط 3 كوبايات من السكر مع 3 كوبايات من المية. عندي الكوباية المعيارية 250 جرام. تمام. هحط لان دي شربات قطايف. تمام. في شربات الكنافة يختلف، شربات البسبوسة يختلف. أنا بحاول أقول المعلومة فأرجو الالتزام بالمعايير. وهحط عليه عصير نص ليمونة، وأهم حاجة إني موقعش لا تفل ولا بذر في الشربات علشان خاطر ما يحصلوش زي مرارة أو يسكر. وهقلب كل ده كويس قبل ما ارفعه على النار عشان يدوب، عشان الشربات يفضل معايا عسل وما يحولش ان هو يسكر او يبوظ مني. دي اول حاجة عشان الشربات يفضل معايا كويس. بحط عليه حاجة صغيرة قوي من الكركم علشان يديله اللون الذهبي او يطلع معايا القطايف زي ما انتوا شفتوا كده. تمام في الصورة. فانا دلوقتي هقلب كل حاجة لحد ما تدوب كويس، وبعد كده هبتدي ارفعها على النار علشان الشربات يتعمل معايا ويبرد، علشان القطايف لازم تطلع سخنة وتنزل في شربات بارد. وادي الشربات بعد ما دوبت كل حاجة وحطيته على النار. تمام. هنا الشربات بعد ما غلي شوية وبدأ ان هو ايه يعني يخس او ينزل معايا، بدأ يعمل العسل بتاع الشربات. طبعا شربات القطايف بيكون خفيف شوية مش تقيل علشان خاطر القطايف تعرف تشرب. والشربات ده بيكون مظبوط وسط مش مسكر. لو عايزينه مسكر هنزود كمية السكر، بس لو التزمتوا المعايير هتلاقوا مظبوطة. هحضر معايا الشفشق بتاعي او الدرق بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، بس اهم حاجة لازم يكون ليه بوزة عشان اعرف استخدمه. فانتوا شوفوا اي حاجة هتناسب ان هي تكون بوزة تسهل عليكم الطريقة في الاستخدام. عندي كوباية دقيق وكوباية معيارية واحدة اللي انا هعاير بيها، فانتي عايري باي حاجة عندك بس تبقى واحدة. الكوباية دي اللي هي 250 جرام العادية، والدقيق ما يكونش مكبوس وما يكونش عالي، لا ممسوحة. وعليها كوباية من المية، مية عادية مش دافية ولا ليها اي حاجة معينة يعني. وعندي هنا معلقة من الشاي سكر، وعندي هنا ذرة من الملح، وعندي هنا نص معلقة من الخميرة الفورية الجاهزة. استخدمت هنا خميرة تاج الملوك. بستخدم عادة تاج الملوك او دريم المتوفر يعني. تمام. فانت شوفي الخميرة اللي عندك تمام كويسة شغالة استخدميها. انا بقول الحاجات للي بالنسبة اللي هو عايز يعرف انا استخدمت ايه بالظبط. ده كيس الخميرة بتاعي اهو. خدوا بالكم من تاريخ الصلاحية بتاعه يا جماعة انتوا بتشتروه. وهقلب كل ده بشوكة ماشي لحد ما كله ينمزج معايا. هنزل كده افضل اقلب فيه لحد ما يبقاش عندي اي تكتلات. كل ما ارفع الاقي تكتلات افضل اقلب لحد ما كل حاجه تدوب. طبعا هيجيلي هنا سؤال، هو انت ما عندكيش مضرب؟ هو انت ما ينفعش تعملي بالهاند بلندر؟ هو انت لا عندي يا جماعه وكل حاجه، بس انا بحاول ابسط الامور للناس البسيطه، عشان وانا بعمل الوصفه بلاقي ناس تقول لي انا ما عنديش الجزء ده، انا ما عنديش الامكانيات دي. فبحاول ابسط الامور. حضرتك عندك استخدمي مفيش اي مشكله. تمام. انا ببسط الامور للناس البسيطه اللي ما عندهاش امكانيات يا جماعه. تمام. وانت في بيتك اعملي اللي انت عايزاه. انا هنا بفضل ادوب فيها كده، ادوب فيها لحد ما الاقي مفيش اي تكتلات. تمام. بعد ما بلاقيها خلاص مقاومها تقل بقى عامل زي الكيكه كده شويه،
وانمزج كله مع بعض، مبقاش في اي تكتلات، اعرف خلاص كده ان كل حاجه دابت وكل حاجه انمزجت مع بعضها كويس اوي. تمام. هنا بقى هبتدي ان انا اركنها على جنب علشان خاطر ايه تخمر. ماشي. عندي هنا لو انت عندك مثلا الكوز بتاعك او الشبشب بتاعك فيه الفتحه دي، ممكن تستخدميها يعني وانت بتعملي القطايف، اللي انت ايه تخليها على الفتحه دي وتصبي كده حاجه بحاجه. طبعا هنشوف كل حاجه مع بعض مع ذكر المميزات والعيوب عشان مفيش حاجه تبوظ مننا. وعندي هنا حطيتها في كيس لان هي لازم تخمر، فلازم امنع عنها الهواء، وبتركها ساعه تخمر. ماشي. وبعد ما بيعدي الساعة ببتدي ان انا اجيبها، بلاقيها عملت فوم كده وفقاقيع، بضربها تاني كده لحد ما هدي كل الفقاقيع دي ويرجع تاني كله يمزج مع بعضه عشان اقدر ان انا اشتغل فيها كويس. ببتدي ان انا اغطيها بقى تاني وابتدي اشوف ايه، هجهز الطاسة بتاعتي او الصينية بتاعتي اللي انا هستخدمها. ممكن اعمل بالناحية التانية، ممكن اعمل بالناحية دي برضو. المهم يبقى عندي فتحة كده ينزل منها العجينة بتاعتي على الطاسة. تمام. رحت على البوتاجاز بتاعي، شغلت العين اللي في الوسط لان فيها نار من بره ونار من جوه عشان تسوي القطايف كويس، ووطيتها. بصوا عشان البوتاجاز انا ايه بحضر الفطار، يعني الدنيا كلها مشغوله. بس لو حضرتك عايزه تعملي على اي عين تانية تقدري ان انتي تعمليها، مش شرط العين دي. انا بس استخدمت العين دي لان زي ما انتي شايفه انا شغاله وكل العين يعني معموله. الطاسه عندي تيفال ما بتلزقش. ماشي. عندي هنا جبت الطبق اللي انا هطلع عليه الكميه اللي هتطلع لي من كوبايه الدقيق وكوبايه الميه، وبحضر فوطه نظيفه علشان بحط نصها تحت الطبق ونصها هيبقى فوق الطبق، عشان القطايف لما تطلع بتنشف لازم تطلع ارصها وبعد كده اغطيها بالفوطه. ما ينفعش احطها في كيس عشان هتعرق وهتبوظ هتفرول. تمام. الطاسه بتاعتي غسلتها كويس، حطيتها على النار، نشفت على النار وسخنت. وبعد ما سخنت بدأت انزل زي ما انتوا شايفين بالشكل كده، ان انا اعمل دايره. ما بعملش دايره كبيره لان هي بتقعد تفرش تنفش. ماشي يا جماعه. فانا وانا بشتغل كده ابقى حساسه وايدي ميزان اهو، زي ما انتوا شايفين اهو، بنزل اهو واحده واحده، وبحاول ما افصلش الكاميرا عشان تبقوا شايفين كل التفاصيل الصغيره اللي بيتوقف عليها عامل النجاح بتاع القطايف. تمام. وبروح دلوقتي عملت 3. في العاده في الطاسه انا بعمل 4 وحيد، بس انا دلوقتي عشان انا بشرح فعملت 3 عشان يبقى في مسافات انتي شايفاها. طبعا انتي بتعملي مره واتنين هتبقي خبره، فاعملي اللي انتي عايزاه. تمام. عندي يا جماعه طاسه تيفال اهو، عشان دايما يجيلي سؤال هو انتي ما عندكيش دي تيفال؟ لا يا جماعه عندي، بس بحاول ابسط الامور بابسط امكانيات ممكنه علشان الناس. تمام. وبحاول ما اكلش في تيفال كتير لان انا عندي الغده الدرقيه ولازم اكل في حاجات صحيه زي الالمونيوم. ماشي. ادي رد على الاسئله اللي بتجيلي على القناه. تمام. بعد كده بتني اراقبها بقى. طبعا النار بتكون واطيه او مش واطيه قوي، يعني فوق الواطي شويه على حسب بوتاجازك، على حسب انت عندك انبوبه، على حسب انت عندك غاز. فانت بتظبطي النار، وبعد كده اول مره دي بتبقى تجربه، وبعد كده في المرات اللي بعديها بتبقي انت عارفه النار الصح بتاعتك ايه. يعني بتبتدي من الواطي وتعلي سنه سنه لحد ما توصلي للدرجه اللي انت عايزاها. لو النار عاليه هتبوظ ومش هتطلع معاكي كويس. لازم النار تبقى واطيه، وتجربي مره او اتنين في واحده واتنين كده لحد ما تظبط معاكي. عندي هنا الأداة بتاعتي لازم تبقى عندك أداة مسطحة كده عشان تعرفي تشيلي بيها. سؤال تاني، هو انت هتستخدمي معدن مع التيفال؟ لان انا مشعرة التيفال فمش هيعمل له حاجة. يعني ايه مشعرة التيفال؟ هنزل لكم الفيديو على القناة. يعني التيفال ما يقشرش منك، والطاسة دي بقى لها عندي 10 سنين والله. والله. فانا هنزل لكم فيديو التشعير عشان تعرفوا، بس مهم استخدمي الأداة المتوفرة عند حضرتك. بعد كده القطايف عندي كل العجين اللي على الوش اختفى، وبدأت تعمل فقاعات كده وبقت قطنية والعجين اختفى تماما. تمام. بصوا دي اول واحدة انا شلتها، طالع منها البخار اهو زي ما انتوا شايفين. بوريكم كل حاجة. هنزلها دلوقتي في الطبق. بصوا لازقة لازقة في الطاسة ليه؟ لان كانت لسه عايزة شوية كمان. بصوا من ورا لسه بيضة سنة. هنا دي بصوا اسهل ليه؟ لان هي خدت وقتها عن التانية. بصوا هتقع كده ايه لوحدها. انا بوريكم اهو عشان تبقوا عارفين انتوا شغالين ازاي وصح ولا غلط طول ما انتوا شغالين. ودي رقم 3 اهي، هتبقى برضو احسن ايه عشان هي خدت وقتها. انا بقولك برضو كل حاجة عشان لو واحدة عملت منك موقف تقولي لا ده كله باظ. لا 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 لا. ركزي وانت هتعرفي ازاي تظبطي امورك وتعرفي الصح والغلط فين طول ما انت ايه ماشية واحدة واحدة. طبعا هي طلعت معايا اهي، ابتدي اغطيها عشان البخار يطلع وهي التانية طرية وما تفرولش مني وما تنشفش بالفوطة، ما تحطوهاش في كيس.
تمام. هرجع تاني اكمل بقية الكمية زي ما انتوا شايفين. نعمل واحدة تانية. خلاص ده الفم التاني هيبقى احسن من الاولاني، والتالت هيبقى احسن من التاني. ليه؟ بتكون الطاسة سخنت اكتر، وكل ما الطاسة تكون سخنت وخدت وقتها وحرارتها بتكون افضل. تمام. اهو انا بعمل اهو مرة تانية علشان خاطر تشوفوا. إيه، مفيش اي نسبة للغلط اهو، ولا باظت ولا فرشت. لو انا زودت المية هلاقيها فرشت، ولو انا زودت الدقيق هبص الاقيها بقت تخينة كده وبقت عجينة كده. فلو المقادير مظبوطة هتطلع الحاجة معايا مظبوطة. تمام. النار اهي، مستوى النار وحطها. بص، اول ما الفقاقيع تبان على الوش بالشكل ده ويبتدي يختفي العجين تماما، وما تحاولوش تغطوها. تمام. اهو بصوا العجين بيختفي، وتبتدي هي تعمل زي القطنة كده، وتلاقي كل العجين اختفى والفقاقيع كده. ابتدي اشيل اللي حطيتها الاول، هي اللي اشيلها الاول، واللي حطيتها التاني هي اللي اشيلها التاني، ما اشيلش التالتة قبل التانية. وكل ما الطاسة بتسخن بيطلع معايا افضل من اول مرة حطيت فيها. تمام. هكمل بقى كل الكمية على هذا الحال. معاكم واحدة واحدة اهو، ما حاولتش ان انا افصل الكاميرا خالص عشان كل حاجة تكون واضحة وانتي شايفاها، عشان بلاقي برضو شرحة كل حاجة، والاقي بيجيلي اسئلة طب ما انا شرحها جوه الفيديو، قايلة عليها جوه الفيديو. فانتوا ركزوا في التفاصيل وفي الخطوات، وان شاء الله هتطلع معاكم كل حاجة ايه سليمة. اهم حاجة نقول بسم الله وما توفيق الا بالله عشان ربنا يبارك لنا. لو قلنا كده ربنا هيخلي كل حاجة حلوة. بصوا اهي، وبتبقى طبعا احسن من اللي احنا جايبينها من بره، لان جايبينها من بره مش عارفين هي معموله امتى. هتيجي تعمليها تلاقيها بتفك معاكي في الزيت وبتفرول وتطلع لك الحشو بره. تمام. وبتشتريها برقم يعني غالي يعني. لا انت لو عملتيها كده طازه واشتغلتي فيها في يومها، بصوا دي جبتلكوا اهي، بصوا من تحت اتحمرت ازاي. ماشي. بصوا انا ايه، هطلع بقى كل الكميه كلها اللي انا اشتغلت فيها وهوريها لكم. هنا بقى عملت 4 في الطاسه اللي هو ايه العادي بتاعي اللي انا بعمله. بس انت بقى لما تبقي يعني محترفه وكده يبقى اعملي زي ما انت عايزه، 4 في الطاسه 5 في الطاسه، بس ايه هتكون انت عملتي يعني في الاول وخدتي تجربتك. دي الكميه اللي طلعت معايا من الكميه اللي انا عاملاها. بصوا الكبيره دي لازم كده كل ما اعمل قطايف اطلع واحده كبيره كده بحجم عائلي كده، لازم لو ما عملتهاش اتضايق. تقريبا بتكون الاخيره غالبا يعني. ماشي. فهنا عملت دي الكمية اللي طلعت معايا. عد ما بنروح مثلا نشتري بتاع نص كيلو من بره. تمام. غير اللي دي اكبر من اللي انا على فكره بجيبها من بره، يعني انا عامله الحجم بتاعها اكبر من اللي انا جايباها من بره، وبتقفل معاكي كويس وبتبقى هشه وجميله، بتبقى احلى كتير من اللي بنجيبها من بره. بنجيبها من بره دي بتبقى بايته مش معموله كويس. بحس بتاعه البيت لو جربتيها مش هتروحي تشتري من بره تاني، تحسي انت بترمي فلوسك على الارض. تمام. انا هو عملت الكميه دي كلها اللي طلعت معايا، هغطيها وهروح احضر ايه الحشوة بتاعتي اللي انا هحشي بيها القطايف بتاعتي عشان تطلع ايه حلوة. هنا عندي حشوة عادية خالص تقليدية اللي هو زبيب جوز هند سوداني، وعندي بلح عجوة لان انا بحبها ببلح العجوة، يعني انا بحشيها بلح عجوة مفصصة وخالية اهو. وعندي 3 اشكال من القطايف برضو ايه عشان انتي لو عايزاه. الشكل العادي اللي انتي بتحشيه اللي هو المكسرات وتقفليه عادي، وعندك ممكن تجيبيها وتعملي لها 4 ودان كده، بس تقليها الاول تحطيها في الشربات وبعدين تحشيها. تمام. بتقليها على الوشين الاول وتنزليها في الشربات، وبعد كده بتحشي بقى كريمه، جبنه، نوتيلا، المكسرات، مهلبيه، اي حاجه بتبقى شكلها ظريف كده. تمام. تحطيها في البيستاشيو بتبقى حلوه. وعندي برضو الشكل التالت اللي هو عامله زي ما يكون ايه ودان كده، فاهمين؟ قرطاس. بتقفلي نصها بس وتسيبي نصها مفتوح، وتحشيها برضو كريمه، شوكولاته، نوتيلا، بيستاشيو، اي حاجه، وبتنزليها برضو ايه تتقلي الاول وتنزل الشربات وبعد كده تحشيها. اما العاديه التقليديه بتاعتنا بتتحشي الاول وبعدين تتقلي وتنزل في الشربات. انا قلت برضو اقدم لك اشكال تانية لو انت عايزه تعملي مثلا ايه اشكال بقى وحركات شغل جديد كده وبتاع. قلت اقدم لك برضو لو انت عايزه تقدمي حاجه غير التقليديه. بقدم لكل الناس كل حاجه علشان اللي عايز دي يعمل اللي عايز دي يعمل. هنا بقى وانا بقفل القطايف عاده بلاقي ناس بتقفلها بصوابعها كده. تمام. بتتك عليها وبتاع، وبعد كده القطايف بتفك تاني والحشوه بتخرج منها، فالطريقه دي غلط. هنقفلها بالشوكه الصغيره. تمام. بصوا فتحت تاني اهو، انا قفلت وعملت كل حاجه.
احنا مش هنقفلها كده، احنا هنقفلها بالشوكة الصغيرة مش شوكة كبيرة كمان. هنجيبها كده ونحشيها، وبالشوكة الصغيرة هننزل عليها من الناحيتين مش من ناحية واحدة، عشان نضمن ان هي تتقفل كويس وكده. لو انا مش عايزة اعمل كل القطايف، ممكن ان انا احشيها كلها واقفلها واشيل الباقي في التلاجة محشي، يبقى هينزل على القلية بس، لكن ما شيلوش متفتح زي ما هو، مش هيقفل معايا. لازم القطايف تتحشي في يوميها وتتقفل كده. تاني يوم بقى تقليها، تالت يوم مفيش مشكلة، تمام. لكن ما سيبهاش زي ما هي مفتوحة واقول ده انا هقفلها تاني يوم. انا هعمل كل الكمية بتاعتي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، وبعد ما هجهزها هبتدي هقليها معاكم عشان تعرفوا ان هي مش هتفتح في الزيت ومش هتوقع اي حاجة، تمام. بعد ما خلصت الكمية اهي، كمية كل بعد طبعا ده تلتين الكمية، لان انا شلت تلت كنت عاملاه اللي هو القراطيس. طبعا انا كنت مفكره ان انا بصور، بس هو طلع في الاخر الكاميرا ما صورتوش للاسف يعني. فدي كانت تلتين الكميه اللي طلعت، والتلت التاني كنت عاملاه القراطيس او الاشكال التانية، بس للاسف الكاميرا ما جابتوش. المهم الاساسي يعني طلع معايا الحمد لله. اهوت القطايف مقفوله كلها بالشوكه الصغيره، وكنت سايباهم شويه على ما احضر الزيت، مفيش حاجه فتحت. وادي شكلها اهو من بره، تمام. هبتدي دلوقتي عندي الزيت بتاعي، وهحط جنب منه حله الشربات اللي هي المفروض بردت، ماشي. اول ما الزيت يسخن هنزل فيه بالقطايف، طبعا الكمية التلتين دول بيعملوا عندي على طاسة التحمير بتاعتي مرتين، فده اول مرة، تمام. هسيبها بقى تتقلي، بجهز بقى جنب منها الشربات عشان تطلع تنزل في الشربات، وبجهز جنب منها مصفى عشان اصفي، تمام. لازم عدتك كده ايه تبقى جاهزة جنب منك عشان تطلع شغل ايه، شغل محترفين، تمام. هسيبها بقى تتقلي، مش هقلبها خالص لحد ما الزيت يهدى وتاخد اللون اللي تحت، خلاص. مش هتتقلب غير لما تاخد اللون اللي تحت. هنا بعد ما عدى معايا وقت الزيت هدي وهي بان حروفها اهي ان هي بقت ذهبي، هبتدي بقى كده اقلبها، ماشي. بقلب اهو بالشوكة اهو، هي طبعا خدت اللون بتاعها الذهبي، ماشي. ببتدي بقى ايه خلاص اقلبها عشان تاخد الوش التاني. الوش التاني ما بياخدش وقت زي الاولاني، يعني الاولاني هو اللي بياخد وقت شويه على ما يحمر، الوش التاني ما بياخدش، مجرد دقيقتين تلاتة بتلاقيه احمر. يعني ما تسيبيهاش عشان ما تغمقش ويبقى لونها وطعمها مش حلو، يعني تحسي ان طعمها مش كويس، تمام. اهو ده اول اهو دور اهو، وادي اهو الشربات والمصفى بتاعتي جاهزه، وادي اهو الصفايه عشان اصفي الزيت واصفي الشربات، تمام. وادي الدور التاني اهو مستنيه الاولاني يطلع عشان اهدي النار واحطه. بعد ما بتوصل معايا للون الذهبي الكريسبي ده، ببتدي ان انا اجيبها كده بالمصفى بتاعتي واصفيها كويس من الزيت، وتطلع سخنه اهو، تمام. تنزل على الشربات بتاعي، دي اول طاسه اهي طلعت معايا حمرتها قدامكم. بحطها في الشربات، وبقى ايه بحط ايه بقلبها في الشربات، يعني تاخد تشرب الشربات، واروح احمر ايه الدور التاني، تمام. يعني الكمية تقريبا تعمل معايا بتاع 3 مرات في الطاسة بتاعتي، دول اللي هما المرتين، والمرة التالتة اللي هي كانت متصورتش. عندك اهو انا بقلبها في الشربات عشان تشرب من الشربات. بصوا الشربات حلو ومش تقيل ومش مكلكع ومفيهوش اي تكتلات، هو شربات القطايف لازم يبقى كده ويكون مظبوط، وحتى اللون بتاع الكركم هيظبط الشكل بتاع القطايف. هسيبها دلوقتي تشرب من الشربات على ما اخلص الدور اللي هناك اللي هو بيتحمر ده، هيجي يطلع اروح شايله ده عشان احط ده. هسيبها بقى تشرب شويه اهو. بعد ما خلاص شربت الشربات شويه، هبتدي ان انا اشيلها اصفيها في المصفى بتاعتي عشان تنزل اي عسل زياده، وابتدي ان انا اقدمها في الاطباق.
اهو بصوا لونها، شغل المعلم لنفسه، ده اللي هما بيقولوا عليه شغل المعلم لنفسه. جربوها وان شاء الله مش هتندموا وهتعجبكم جدا، مش هتشتروا قطايف تاني من بره. بس التزموا بالمقايير والمعايير والخطوات وان شاء الله هتطلع معاكم احسن مني كمان. اهو بصوا، ادي لونها. هتصفي بقى وهبتدي ان انا اقدمها في الاطباق. وبكده خلاص تكون وصفتي النهارده انا قدرت اقدمها لكم. يا ريت اكون قدرت اوصل يعني معلومه لاي حد وقدرت افيده باي حاجه. ولو بتتفرجوا عليا لحد هنا فارجو منكم ان انتوا تعملوا لي لايك وتعملوا لي شير عشان الفيديو يترفع واكبر عدد يستفاد. وشكرا ان انتوا اتفرجتوا عليا لحد هنا واستحملتوني واستحملتوا كلامي لحد هنا. بحبكم قوي وكل سنه وانتوا طيبين. وهنا خلاص وصلت للشكل النهائي وبكده القطايف معايا جاهزه. تمام. ده الدور التاني اللي طلع اهو بصفيه، وادي الدور الاولاني اهو بجهزه. طبعا دلوقتي انا عماله احضر طبعا عشان بحضر الفطار وكده. هطلعه دلوقتي ارش عليه جوز هند واقدمه على السفره علشان اول ما الاذان يأذن يعني إن كل واحد ياخد واحده كده ونفطر عليه. شكرا لحضراتكم وان شاء الله اشوف حضراتكم في حلقه جديده، ويا رب اكون قدرت اوصل اي معلومه تفيد حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.